ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا مربى التين. ده وقت حلو قوي ان التين رخيص، والموسم بتاعه وقت انك تجيبي وتعملي المربى وتخزنيها من السنة للسنة. دلوقتي انا جبت حوالي 2 كيلو تين وقطعتهم، وهوريكم قطعتهم ازاي. قطعتهم، حاولت اقطعهم على قد ما اقدر مكعبات صغيرة بحيث ان هو يبقى سهل معايا وما ياخدش معايا وقت لما اجي اعمله على النار. قطعته، كل ما تقطعيه صغير كل ما يبقى سهل معاكي. قطعت طبعا اللي هي الحتة اللي من تحت. وقبل كل دوت لازم طبعا لو في حاجة بايظة او حاجة تشيليها. دلوقتي هحط السكر بتاعي، هغسل التين كويس قوي واصفيه كويس من المي واحط السكر بتاعي. انا حطيت على المقدار بتاعي ل2 كيلو تين حطيت كوبايه ونص سكر. بايدك انك تزودي، لكن انا شايفه ان المقدار ده كويس، وعشان انا ما بحبش السكر يبقى كتير في المربى. عايزه تسيبيها ليله كامله، دلوقتي انا سبتها ليله كامله. عايزه تسيبيها ليله كامله ماشي، عايزه تسيبيها ساعتين 3 ماشي. انا سبتها ساعتين، سبتها ليله كامله علشان ينزل السكر بتاعه مع السكر. دلوقتي انا ما حطيتش ميه خالص، كل اللي نزل دوت السكر بتاع التين، وان السكر داب عشان انا سايباه ليله كامله. دلوقتي هبتدي اقلب فيه. التين او المربات عموما بتبقى عايزه طولة بال. دلوقتي هنبتدي ان احنا نعلي النار معانا، وبعد كده لما يبدأ يغلي هنوطي النار خالص. طبعا عايز ايدك فيه وتفضلي تحركي فيه كده. عندك هاند بلندر وعايزه تضربيه بالهاند بلندر علشان يسهل عليكي ماشي، ما عندكيش انا عملته بالمضرب زي ما شفتي كده. دلوقتي التين بتاعي قرب يستوي وقرب يخلص، هوريكم شكله برضو. قبل ما يخلص التين وتحسين ان هو ابتدى يتقل، هحط نص كوبايه ميه عليهم معلقه نشا وهقلبهم كده زي ما انت شايفه. الكلام ده في اخر مرحله خالص قبل ما يخلص التين بتاعي، وهقلبهم علشان يدي عرق للتين. دلوقتي التين بتاعنا خلاص جهز، شايفين بقى حلو ازاي؟ عايزه تضربيه بالهاند بلندر اضربيه، عايزه تحتفظي بيه كده وتخليه قطع. انا بحب احس ان انا كده باكل قطع. شايفين عمل ال2 كيلو عملوا لي برطمانات قد ايه، وصحيه ومن غير مواد حافظه، واحلى تين، وتشيليه من السنه للسنه في الفريزر مش هيجراله حاجه.